في حكايات لما تسمعها حياتك مش هترجع زي ما كانت. في أسرار لو فكرت فيها زيادة ممكن تصحى يوم تلاقي نفسك في عالم تاني. الحكاية اللي هحكيها لك دلوقتي مش أسطورة ولا فيلم رعب، دي قصة شاب اسمه كريم اختفى بعد ما عرف اللي ما ينفعش يعرف. كريم كان شاب عادي بيحب يقعد بالليل يقلب في النت، يتفرج على فيديوهات نظريات مؤامرة، يقرأ عن الماسونية، الشفرات، الحاجات اللي الناس بتضحك عليها. في ليلة من الليالي وهو قاعد في أوضته النور خافت، سمع صوت تنبيه من جهازه. ملف اتفتح لوحده اسمه ايجس بروتوكول زيب، ومن هنا بدأ كل شيء يتغير. جواه وثائق مسربة فيها معلومات عن مشروع اسمه ايجس، مشروع سري شغال من سنين، هدفه تقليل عدد سكان الأرض بنسبة 90%. مش بس وثائق، كان فيه فيديوهات، اعترافات، تحاليل، حاجات بتقول إن في تعديلات بتدخل جسم الإنسان من غير ما يحس، عن طريق اللقاحات، الأكل، حتى الهواء اللي بنتنفسه. كريم قعد يربط الأحداث، أمراض غريبة، نقص خصوبة، موت مفاجئ في قرى كاملة، حالات انتحار بتزيد. كل ده كان بيحصل في أماكن محددة وبيتحسب له كويس جدا. اللي اكتشفه كريم كان مرعب. في حاجة اسمها تنشيط عن بعد، يعني ممكن يكون جوه جسمك دلوقتي تعديل معين مستني إشارة عشان يشتغل. الحاجات دي معمولة بتكنولوجيا mRNA، مش بس بتعدل في الجسم، دي كمان ممكن تغير السلوك والذاكرة، وده كله معمول بإيد شركات أدوية وتكنولوجيا ضخمة. لكن السؤال ليه؟ الإجابة جات له من وثيقة واحدة مكتوب فيها بخط مش واضح: من أجل بقاء النوع النقي فقط. مين هو النقي ومين قرر ده؟ في وسط الملفات اسم غريب ظهر: سيرن، منظمة الأبحاث النووية الأوروبية. كنا فاكرينها للعلم، لكن الحقيقة كانت مختلفة. كريم اكتشف إن سيرن مبنية فوق معبد روماني قديم، وإن تمثال شيفا إله الدمار واقف في المدخل، وإنهم مش بيكسروا الجسيمات، لأ بيكسروا الحواجز بين العوالم. الملف التاني كان أخطر، في اسم ليديا فوس، عالمة فيزياء اختفت سنة 2017، كانت بتكتب مذكرات عن تصادمات جسيمات بتفتح بوابات لأبعاد تانية. قالت إن في كيان اسمه الوعي الكمي، كائن غير مادي بيحاول يندمج مع البشر، مش غزو، اندماج، واللي بيقبله بيتحولوا لحاجة أكتر من بشر وأقل من بشر. كريم لقى فيديو لطقوس سرية بتحصل عند تمثال شيفا، ناس لابسة عبايات سودة، منهم علماء ومنهم كيانات مش بشرية بالكامل، كانوا بيرقصوا، بيهمسوا، بيستدعوا حاجة. اسم جديد ظهر: إليزابيث كين، برضو عالمة في سيرن. قالت في تسريب صوتي: أنا اندمجت خلاص، أنا شايفة الزمان كله مرة واحدة. إيه اللي بيحصل؟ كريم بدأ يحس بحاجات غريبة، أصوات رياضية في دماغه، رؤى في الحلم، وساعات كان بيحس إنه مش لوحده، في وعي تاني عايش معاه في نفس الجسم. عارف إن التحول بدأ فعليا يوم 18 نوفمبر 2016، في تصادم جسيمات بطاقة مرعبة فتح بوابة، ومن اليوم ده العالم ما كانش زي ما كان. كريم حاول ينشر اللي عنده، لكن كل المنصات قفلت قدامه. يوتيوب حذف القناة، تويتر منع الروابط، والمقالات كلها اختفت فجأة. في الآخر كريم اختفى، قالوا إنه مجنون، لكن آخر بوست له كتب فيه: لو الرسالة دي وصلت لك فاعرف إنك لسه بشري. دلوقتي السؤال الحقيقي: أنت مين؟ بشري ولا جزء من تحول؟ اللي حصل لكريم ممكن يكون بيحصل لك أنت كمان، بس لسه ما اكتشفتش.